بيكم فيديو جديد ومعاكم نهى من شركة ايفون، والنهارده معادنا مع فيديو جديد من فيديوهات المنتجات الجديدة اللي نزلت معانا مؤخرا في ايفون. قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، ويلا بينا تعالوا اقول لكم رأيي في المنتج الجديد بتاعنا النهارده. زي ما انتم شايفين قدامكم معانا منتج جديد من منتجات انيو، وهو Hydrating Overnight Mask اللي هو الماسك الليلي بتاع الترطيب. والماسك ده كان بيصدر زمان ولكن في جار او في بطرمان كده، ودلوقتي نزلوا معانا الاصدار الجديد بتاعه زي ما انتم شايفينه، وهو بمستخلصات الهيالورونيك اسيد والشيا. المفروض ان الماسك دوت بتستخدميه بالليل قبل ما تنامي عشان يحسن من مظهر البشرة ويغذيها ويرطبها، وده اللي مكتوب عنه بالفعل في الكتالوج بتاعنا. كاتبين ان هو بيستخدم لترطيب فائق وبيعمل فورا على زيادة ترطيب البشرة والمساعدة في تقليل مظهر الخطوط الرفيعة. هل ده حصل معايا؟ بالفعل حصل. الماسك رائع جدا وبيرطب البشرة ترطيب عالي جدا. لو حطيتيه بالليل هتصحي الصبح تلاقي بشرتك زي ما تكون شاربه ميه كده ومترطبه. وبالاستخدام الدوري يعني ممكن تستخدميه كل يوم بالليل او يوم او حتى مرتين في الاسبوع او 3 مرات في الاسبوع حسب احتياج بشرتك، هتلاقي نتيجه فعاله. هو حجمه 75 ملي زي ما انتم شايفين، وطبعا برضو مكتوب عليه ان هو ماسك يعمل طول الليل يترك بشرة الوجه مرطبة بمظهر ممتلئ. وده يا بنات قوامه، عشان اللي حابب ان هو يعرف شكل قوامه من جوه. هو قوامه جيلي كده، وفيه حبيبات زي ما يكون حبيبات لونها ابيض، والحبيبات دي بمجرد ما انتي بتدوبيها على البشرة هي بتدوب معاكي. هو ملمسه زي الجل زي ما انتوا شايفين، ولكن البشرة بتتشربه. انتي كده كده بتحطيه المفروض وبتروحي تنامي عشان بشرتك تسترخى وتبتدي تستفيد من الهيالورونيك اسيد المضاعف اللي فيه، وكمان بذور الشيا. والشيا معروفه طبعا بترطيبها الفائق هي والهيالورونيك اسيد. بصوا اهو انا هوزعها هو على ايدي كلها، مش هتحسوا بوجوده خالص. البشره هتشربه زي ما انتم شايفين اهو. القديم كان شويه بيلزق، ده لا ما فيهوش اي تلزيق خالص. وكمان ما فيهوش ريحه كده تحسي ان انتي تتضايقي منها. القديم كان ليه ريحه واضحه، ده من الحاجات اللي انا بصراحه حبيتها فيه. زي ما انتم شايفين اهي البشره تشربته. انا بالنسبه لي من ساعه ما جه بصراحه ما بستغناش عنه، لان انا بشرتي صيف او شتاء بتحتاج ترطيب. انا بشرتي مختلطه مايله للجفاف، في الشتاء انا يعني ما اقدرش اعيش من غير ترطيب، ما اقدرش اعيش من غير اي حاجه حرفيا فيها هيالورونيك. فانا بالنسبه لي حبيته جدا، انصح بيه جميع انواع البشره. مش معنى ان انا بتكلم وبقول ان انا بشرتي جافه ومحتاجه ترطيب ان هو مش مناسب لجميع انواع البشره، لا هو مناسب لجميع انواع البشره. البشره الدهنيه حتى بتبقى محتاجه ترطيب. كل واحد يستخدمه حسب احتياج البشره بتاعته ليه. يعني انا مثلا بحب استخدمه 3 مرات في الاسبوع مع حاجات تانية، يعني بستخدمه هو وببدل مع ماسكات تانية. لو بشرتي محتاجة ان انا استخدمه كل يوم ممكن استخدمه كل يوم بالليل عشان اوصل للنتيجة اللي انا عايزاها. ولكن طبعا اي منتج من المنتجات سواء من انيو او غير انيو عشان نلاحظ التأثير بتاعه منستخدمهوش مرة واحدة وبعد كده نقول لا ده ما جابش اي تأثير. لازم اداوم على المنتج عشان اقدر احصل على النتيجة بتاعته. زي الدواء كده، انت لما بتكوني عيانة مينفعش تاخدي جرعة واحدة وتقولي انا ما خفتش، لازم تكملي الكورس العلاجي بتاع الدواء. فبرضو منتجات البشرة مش من اول مرة هتديكي الافكت المطلوب، ولكن بالمداومة عليها هتحصلي على الافكت المطلوب. ولكن انا بالفعل من اول مرة استخدمته انا حسيت فعلا اختلاف، انا حسيت ترطيب عالي، حسيت ان بشرتي مشدودة، يعني حسيت الاختلاف من اول مرة. فما بالك بقى لما تداومي اكيد بشرتك
تستفيد استفادة اعلى، هيكون مظهرها افضل وكله ترطيب ونضاره. وحابه هنا اقرا لكم البيانات اللي بتبقى موجوده في النشره الداخليه بتاعه منتجات انيو، لان في ناس كتير بتهتم بيها وبتحب ان هي تعرفها. هم كاتبين ان هو ماسك يعمل طوال الليل، يترك بشره الوجه مرطبه بمظهر ممتلئ. وكاتبين ان الماسك دوت فيه حمض الهيالورونيك اسيد وحبيبات الشيا المغلفه، وهو بيرطب الطبقات السطحيه لبشرتك وبيعمل حتى تستيقظي على بشره تبدو مظهر ممتلئ بشكل واضح بعد استخدام واحد. زي ما انا قلت لكم ان هو من استخدام واحد بتحسي ان الموضوع فرق، وكمان بيعطي بشرتك نضاره بشكل واضح. وبعد اسبوعين من الاستخدام بتحسي بتحسن كبير في شكل العلامات اللي فيها جفاف ملحوظ على البشرة، وبيقلل كمان من مظهر الخطوط الدقيقة. وكاتبين طريقة الاستعمال ان انت بتستخدميه 3 مرات في الاسبوع. في المساء بتحطي كمية وفيرة وبشكل متساوي على بشرة نظيفة لغاية ما البشرة بتمتصها. وكمان بيقولك لأفضل النتائج ان انت تستخدمي سيرم الهيالورونيك اسيد المرطب عشان تحصلي على نتائج افضل. وده طبعا افضل ان انت تستخدمي منتجات من نفس المجموعة، يعني حاجات فيها نفس التكوين عشان تديكي تأثير افضل. طبعا لو بتستخدمي ماسك فيه هيالورونيك وصحيتي تاني يوم استخدمتي سيرم فيه هيالورونيك اكيد هيديكي نتيجة مضاعفة، وده بيبقى افضل لبشرتنا، وده اللي احنا كلنا بنسعى اليه، بشرة متغذية ومترطبة وكلها نضارة. انا اهم عندي من ان انا اداري عيوب وشي بالميك اب او التجاعيد اللي عندي او البثور او لا، انا افضل ان انا اقوم بسكين كير كويس عشان لما اجي احط ميك اب احط رتوش خفيفه، لان انا بشرتي نضره ومتغذيه وكلها حيويه. فانا دايما افضل ان احنا نعتني بالسكين كير زي ما بنعتني بالميك اب، وبنعتني ازاي نداري الحبوب والمشاكل او التجاعيد او الخطوط. لا، ده انا اعالج الكلام ده من منبعه، عشان بعد كده لما احب ان انا استخدم مكياج استخدم مش حابه انا كده كده بشرتي كلها ترطيب ونضاره وصحيه، واقدر اخرج حتى من غير ميك اب بشرتي تكون في افضل حالاتها. ده كان الريفيو بتاعنا النهارده. طبعا هو نازل معانا في البروشور، واللي حابب ان هو يشتريه ويحصل على خصم على السعر دوت يقدر يعمل العضويه معانا في ايفون ويستفيد من عروض البروشور وياخد عليها كمان خصومات، يستفيد من عروض مجلة الأعضاء والعروض الداخلية الخاصة بالأعضاء وأقل سعر شحن على مستوى جمهورية مصر العربية، وأحيانا كمان بيكون الشحن مجاني. واللي حابب ان هو يطلبه من على الجروب عندي فلينك الجروب في أول تعليق مثبت وكمان في صندوق الوصف، واسمه هينزل لكم هنا على السكرين، تقدري تخشي وتطلبيه او تكلميني على الواتساب على الرقم الموجود اعلى الشاشة، سواء حابة ان انتي تطلبي اي منتج من المنتجات بتاعة البروشور، حابة ان انتي تطلبي اي حاجة من المتاحة على الجروب، والجروب متاح عليه منتجات فوري باسعار حلوة جدا. حابة ان انتي تكلميني عشان تعملي العضوية وتستفيدي من كل المميزات اللي انا قلتلك عنها، تقدري تكلميني من خلال الواتساب او الفيسبوك او اي وسائل تواصل اجتماعي موجود. اللينكات بتاعتي كلها في صندوق الوصف وفي اول تعليق مثبت، تقدري تتواصلي معايا. كل اللي جرب الماسك دوت يقول لي تجربته معاه ايه، وحابه ان انا افرجكم شكل الماسك القديم. ده الماسك القديم اللي كان بيصدر زمان، هو نفس الافكت ونفس الفورمولا، ولكن ده كان نوعا ما شويه ستيكي كده على الوش. فانا بالنسبه لي لا، انا حبيت ده اكتر بصراحه، حبيت الاصدار الجديد ده جدا عن الاصدار القديم، وده ان دل فيدل على ان ايفون بتطور من نفسها. ممكن يكون يبان لك ان المنتج هو ولكن لا، المنتج فعلا تم تطويره بقى اكثر فاعليه واكثر كفاءه. فكل اللي جرب الماسك القديم والجديد يقول لي حس الفرق ما بينهم ولا لا، واللي جرب الجديد بس يقول لي هل كان فعال مع بشرته ولا لا. انا معايا كان فعال جدا وعجبني جدا، ومن الحاجات اللي هكررها اول ما تخلص. ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب، واشوفكم في فيديوهات حلوه كتير وريفيوهات احلى على خير. باي باي.